الله. ده الغنى بتاع النبذ. اي اللي الغنم ذاك سرحوك ذاكو. ايوه ديل احمد عبد الماجد وعمك بشقه. هسه دي شحذوا نظيمي قالوا لا زول تعبانين من السنه تاخذ له نظيمي. قمت انا شلت دقيقه اللي وشلت السكر وقمت يا ولي الحمار ركبت وقمت. اول ما قمت قال لي الليل كله اللي بالتمقطين ما بدافر. شفت الدقيق بتقول له ذاته مسافر هو ما دار يطلع. كان داير تشوف نوم العشاري الوافر الرغب احمد الساعه بغيبك. انا قاعد ارقد عليه بطني كده. قالوا ده الشيخ صدر ليه كتلة الشتوية شايل كورته للنعج شوية قوية مو طاري ظريفهم حزم القادرية عقلهم بيت ويمدتهم ساحية. وده الشيخ صدر بالتمقطين شين سالة شايل كورته بتحت الغنم بتبالة مو كان ردوة النصرات شبالة بس مقصوده نيته يكبر المطالة. وده الشيخ مرق كورته بمنص نعلاته وخدت هدومه فوق العير وغزع عصاته. فرد الخلف زي فرس الشهيد كوشاته للمطالة قشاهم مروسه هلاك. هسه انا جيت موجه اليدات صغار يغنوا يا اولاد شنو؟ قالوا لي دي لبسه احمد عبد الماجد. اخبرت قلت يا جماعه دي غنمكم ولقيت لي نعجه مري. النعجه دي جناها ماخذ ضيب ما بعرفه بس ما عندها جناح. قلت له نعجته قاتلين جناها بالحليب وانا قصة النعجه دي بخليها. ودي الغنم كن عقب ما نساعدك. هسه ساقوا غنم وقال قالت لي مقطين ديل البلال في القمه قتلوا جناي وحسه مسكوني مهمه. احمد عنده معون الربع فتخم ما ياخذ 6 بمربده بحضر العلم. عندهم كورة الربدك. قال قلت له يا مقطين احمد بيقول له بالغنم ما بشرب وين مرضاه. الزول ذول متمرد ما تغيميه وقال من كل زاد متجرد. قالت ان جيتوا من بعد النهار ما يبرد تلقاهم كف حلال وقبيل متزرد. قالت حس عملك حاضر هو اللي بيكون متغيب كافة الثانية مرضان في الترايق طيب. حلابة بضافر في الضريع بتنيب بعد ما تمر الكورتية عوس الشيء. قالت يا ابو الشيخ سألتك من حكاية الليلة. اول شايف المرضان بياكل الكيلة قال لا تحدني الساعة شورتنا ديبة طويلة كان بالصح مريض بتكون هبيشته ويليل. قالت لي مقطين شفت المسألة البدعة وجناي من فت شهر قطعوه من الرضعة. كان شايفه بشكل وقت يقوم من خدعة سهلة بيقول شايل حليبين جدع. قلت له يا مقطين الزول ده قمت معاه ما تغيمي هو معون الكديس بقضاه. قالت لي ما صدق والله ما بتدرى يجيب لي 100 وبشوت الحمني. قالت انت شفته كده بتقول صغير وجاهي لكن افا معلومه بشكل موسى. مراحل فيه ما ظنيت يملك باهل اللبن اللي يكفي 100 يشربوا ماء. انا عايز بشكل اليوم انا صادر معاهم وانا عايش الراده. بعدين الناجم من تدخل الغنم بس تمرق مني وترقد للوطن. حسن الغنم بعرف انا الحتيج مشى طلع في الشجره وهز كذي لما الشجره رمت عليه فالغنم جن كله دخلت تحت. حس الناجة دايره العليه تمشي شويه شويه تمشي شويه شويه وهو يهز لغايه لما دخلت تحته في العليه بس من فوق طفر فوق من الشجره. حس هذه قلت والله بشكل الشراريد قبل عندنا قبل عجاني من لك الراي راينا قبل الصبح عندنا ليه الحين هسه عرفت انا راي واحد. قال سكاب خطر غير طاقته هو متقل لا من شرط المركوب ودار له تنقل. طلع هزالة جات تمشي بتقيف وتوقل من الشجريات وصور بيضعقل. قالت بعد ذلك والعامد قصار الديس مرقت منه سك قطنية عند الميت. قال لها مقطينا مالي عندي حديث طلع هزالة طرد فوق قايلك حديث.
أبشقل عارف يقوم يسرح مع الحاج ودتهم شري ويدل الاتجاه بتاع الشرق غلبوا غلبة شديدة. الغنم طايقات الاتجاه لا قدام والاتجاه بقالي نقلب لا ورا وعطيش غاية هذول يساووا لا بين النهار ربط حتين ورد. حاسة دي الدغش قال لي الحاجة نقرصت داير طريقة يرقد الحاجة قال له اصفى خليك قتله هنا يمكن الأقرب يقتلك. ركبوا فوق الحمار عندهم حمير نزيري كده ركبوا فوق ومرة يركزوا ومرة بشكل ما مقروط ولا عنده عوش. قالت له من جواردين حتى قيلوا بشكل ما بالصدر. قال الحاج الضمي ده تخليني تصدر براك والضمي جاي بلاقيك وقال له ما كلام زي ده ما. والحاج قوي ما له رفيقه قال له بس تصدر تصدر ما تصدر تصدر. حتى قال لي دار تقتلني بس بشكل انبطح في الطبس وعامل مقروف ولا بقراعه بالهيدي. حتى البطل ظهرت خلاص بردت. قام الحاجة عطل القرب وقاعد يملى فيه وكنت ملاله قربة ولا قربتين عاجرين بكراع ده تاني ملا صليهم تفهم ما طيب قال له السروال واحد بس هو فوق راسه وبشكل عوام عوام كعب خلاص وبس وقال كده رقت سهل الترعة كانت لا راسا بيقول له سالي ترعة صيلة بتمسحها شرت منك ظهر داي بقى الترعة. حسد لها مرق القرب برا تروح منه وقالنا بشيل بالحجار ويدي فيه دوك فيه حجر ماكن خلاص ما بيتدرق له بيمسك السروال صدمة غتيس الحجر بضرب المويه زايد ما بسويش ويقلب يلقى حجر صغير بيلاقي السروال وعايم غادي لا مرق بغادي بل السروال ما عنده حاجة لبس السروال وجمي تراوح. هسه جانا ابراهيم اخوه قال والله يا جماعه بشقى جافل من الحاجه ودتهم بسروال بس لا عنده ورقه ولا عنده جبه ولا بس الا سروال. حصل انا ذاك الليله مشاتمني قلت له تجهجنا والرهاويه قبل مو ضايقه وقام بطربه ما سال اللي بيعرفوا حقائقه ما طريق كلمه الراس وما دغس ما جابوا الحاجه لما فوق اللي زيرك سايقه. قال بشو طالب كشاف الحمار الشيء البيري الهرب وعمل سروال محمود قية. الحاج قال له ما تسمى طيبة مية قال له مين هو في زرعة ما بتعيه. قال الحاج حوش الضان والحمير شداهن قال له الليلة كان بالتيلة تمشي معاه. بشو طالع انا الترعة الهدوم خلاه الا انفض على الراس والصمام ما طرح. القطنية ذولك ديهم ومرتاح جرسك يقلب ان الغيبة للبياع جرست بشغل ولد قبل السراح من وزرك وقع فيه مسكرة تمساح. وذلك صبح بشوتال دماغه مدور وضوق الضاق وكله لقاه مر ما هو وقع المهلك التمساح شروه تكور مرق بيجاي لبس سروال ونقع وشو